اهلا بيكم. السنه الجايه في 2026 هتبقى سنه مولعه بالنسبه لابل. في منتجات كتير جدا جايه، والنهارده هحاول على قد ما اقدر اعرض كل المنتجات اللي متوقع تنزل في 26، لان السنه دي حرفيا هتبقى ضخمه بالنسبه لابل. ومعلش لو نسيت حاجه يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، وممكن اعمل لكم فيديو كامل عليها لوحدها. انا يحيى ناجي، ويلا بينا نبتدي. أول منتج واللي أكيد لازم نبدأ بيه وهو الآيفونات، المنتج رقم واحد بالنسبة لأبل في المبيعات. سنة 2026 فيها شوية تغييرات قوية. في أول السنة هتنزل نسخة الآيفون 17 ومش متوقع يتغير كتير في التصميم. وفي آخر السنة في سبتمبر هنا بقى هتبقى الليلة الكبيرة، هتشوف الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس. لكن مش هيكون في ايفون 18 العادي ولا ايفون اير 2. بس المفاجأة الضخمة بقى ان انت هتشوف الايفون الترا او الايفون فولد، سميه زي ما انت عايز. وده هيجي بشاشة امامية 5.5 انش، ولما تفتحه هيبقى 7.8 انش، وهيبقى سعره من 2000 ل 2500 دولار. بس ده بالذات هعمل له حلقة لوحده عشان الموضوع كبير قوي، وهيتم اطلاقه في نفس توقيت سبتمبر. وبالنسبة للابل واتش في 2026 حسب التسريبات مش هنشوف ابل واتش سيريز 12، والسبب واضح ان ابل عايزه تعمل اعاده تصميم كامل، فالجيل ده ممكن يتاجل. لكن اللي اكيد بنسبه كبيره اننا هنشوف ابل واتش الترا 4. ومش بس كده، ممكن كمان تيجي بتصميم جديد تماما. نروح بقى على الايربودز. الجزء ده بالنسبه لي لغز. التسريبات بتقول اننا ممكن نشوف ايربودز برو 4 في 2026، بس بصراحه الكلام ده مش راكب معايا قوي، لان ابل عاده بتعمل تحديثات كبيره لسلسله الايربودز كل 3 سنين تقريبا، وبتكون دوره التحديثات ماشيه مع الايربودز ماكس مش البرو. يعني هل فعلا هنشوف ايربودز 4؟ بصراحة لسه مش مؤكد، وده موضوع محتاج متابعة. اما بالنسبه للايربودز 5 العاديه فمش متوقع اطلاقها خالص في 2026. الاصدار الحالي نزل في 2024 ومفيش اي تسريبات او خطط لتحديث جديد دلوقتي. الاكيد واخيرا ان ابل تي في هينزل فيرجن جديد في 2026، وكان المفروض نشوفه قبل نهايه 25، وما تستغربش لو نزل في اوائل 26. والتسريبات بتقول انه هيجي بشريحه A17 برو عشان يكون جاهز لتقنيات ابل انتليجنس، وده تحديث فعلا محتاجينه في ابل تي في لان بقاله كتير قوي ما اتطورش. اما بالنسبه للهوم بود ميني ومحاولات ابل في السمارت هوم او البيت الذكي، هنشوف هوم بود ميني جديد في 2026، وما تتوقعش قوي انه هيكون شكله متغير، هيفضل تقريبا هو نفس الشكل، لكن الزياده في الجهاز هتكون في الابل انتليجنس. بس الجامد فعلا هيبقى الجهاز اللي بعده، الهوم بود بشاشه جديده، الهوم باد. في تسريبات قوية بتقول إن أبل هتقدم نوع جديد من الهوم بود، جهاز تقدر تلمسه وتتفاعل معاه صوتيا في نفس الوقت، شبه كده أجهزة أمازون إيكو شو وجوجل نست هوب. يعني هوم بود بشاشة كاملة، تسأله، تلمسه، تعرض عليه محتوى، سمارت هوم كامل. وده لو حصل هيكون أول دخول رسمي لأبل في عالم السمارت ديسبلايز، والجهاز ده واحد من أكتر المنتجات المتوقعة في 2026. ونروح لتحديث مهم قوي للي بيسافروا كتير. في خبر حلو إن في احتمال كبير الإير تاج الجديدة نشوفها في 2026، واللي مزودة بشريحة يو تشيب. ولو تفتكر معايا الإير تاج اتقدمت لأول مرة في 2021، ومن ساعتها ما حصلهاش أي تحديث. علشان كده التسريبات بتقول إن أبل هتستخدم اليو 2 الترا باند 2 أو حتى اليو 3 الالترا باند 3، وده معناه دقة أعلى في تتبع الأغراض، خصوصا للمسافرين والناس اللي بتتحرك كتير. نروح بقى للآيبادز. في شوية تحديثات جاية للآيباد في 2026، وما تتوقعش آيباد برو جديد لأننا لسه واخدين إصدار جديد جدا. بس في أوائل 2026 متوقع نشوف آيباد إير جديد بمعالج M4، بس التصميم مش هيتغير، الشاشة غالبا ما فيهاش بروموشن، والسعر هيبقى زي ما هو، وهنشوف منه المقاسين ال 11 انش وال 13 انش. يعني التغيير الأساسي هيجي في قوة المعالج وبس. وكمان متوقع تحديث جديد للنسخة العادية من الآيباد، وده منطقي جدا لأن آخر تحديث كان من فترة كبيرة، فالجيل الجديد هيجي غالبا في 2026 هو كمان. اما بالنسبه للايباد العادي فالتحديث المتوقع في 2026 انه هيجي بمعالج A18 نفس النسخه الموجوده في الايفون 16 لكن من غير بعض قدرات الجي بي يو القويه. طب ايه اهم ميزه هنا هتيجي في الايباد العادي؟ اخيرا هيدعم الابل انتليجنس، والاول مره في الفئه دي هيجي ب 8 جي بي رام. لكن غير كده ما تتوقعش اي تغييرات تانية، لا في التصميم ولا في الشاشه المعدله ولا في البروموشن ولا تحسينات كبيره. من الاخر ده خط اقتصادي من ابل وبيفضل دايما زي ما هو. الايباد ميني كمان متوقع يتحدث في 2026، وهنا بقى في مفاجأة جميلة. التسريبات بتقول ان ايباد ميني 2026 هيكون اول ميني عنده شاشة اوليد. طب هل هتبقى اوليد بروموشن؟ لسه النقطة دي مش عارفينها، محتاجين تسريبات شوية زيادة. بس الأكيد إن معالج ايباد ميني الجديد هيستخدم ال A19 برو، لأن 2026 هتكون سنة ظهور ال A20 وال A20 برو، فمنطقي جدا ان الايباد ميني هياخد ال A19 برو جيل السنه اللي قبله. وقبل ما نروح للماكات بقى، في احتمال نشوف منتج جديد تماما من ابل، وهو الابل جلاسز. التسريبات بتقول ان ابل شغاله عليها بقالها فتره،
وممكن يكون الإعلان عنها قريب. وخد بالك دي مش فيجن برو مصغرة، دي هتبقى حاجة شبه نظارات ميتا أو نظارات جوجل اكس ار اللي فيها شوية مزايا ذكية، يعني تتوقع فيها كاميرات للتصوير، ممكن تصور فيديو، تقدر تبص على حاجة وتطلب سيري أو أبل انتليجنس معلومات زيادة عنها. طبعا هتوصل لك إشعارات وريمايندرز، وممكن يكون فيها هيد اب ديسبلاي بسيط قدام عينيك. مش هتبقى تجربة واقع مختلطة كاملة، لكن نظارة ذكية خفيفة وعملية، وممكن تبقى واحدة من أكتر الحاجات المهمة في 2026. نروح بقى للماك. في 2026 متوقع جدا وصول الماك بوك اير بنفس التصميم اللي متعودين عليه، مفيش شكل جديد، مش هيبقى فيه تغييرات خارجية جذرية، لكن المعالج الجديد هيبقى M5 وهيبقى نفس المقاسين ال 13 وال 15 انش، وفي احتمال كمان نشوف نسخة مخفضة من الشريحة، يعني أداء أعلى بنفس الشكل، بنفس فكرة الاير الاقتصادية الخفيفة. المفاجأة هنا إن في تسريبات بتقول إن أبل ممكن كمان تطلع الماك بوك الاقتصادي الجديد، ده غير الاير وغير البرو. ده هيكون جهاز موجه للطلبة والمستخدمين اللي عايزين ماك بس بسعر أقل شوية من الاير. على العموم لسه التفاصيل قليلة، لكن وجوده هيعمل فرق كبير في سوق اللابتوبات، خصوصا لو نزل بسعر منافس. الجهاز ده غالبا هيبقى بشريحة A18 أو A18 Pro، وسعره متوقع هيكون بين ال 500 وال 600 دولار، وده لو حصل هيبقى أول ماك من أبل بالسعر ده من سنين، وهيفتح الباب لفئة جديدة تماما من المستخدمين خصوصا الطلبة. نروح بقى لوحوش الأداء وهم الماك بوك برو اللي أنا عن نفسي بحبهم جدا. الماك بوك برو هيتم تحديثه هو كمان في 2026، وهيجي بمعالجات جديدة تماما، الام 5 برو والام 5 ماكس. ولسه المعالجات دي ما نزلتش رسميا، لكن كل التسريبات بتقول ان هم جايين بدري جدا في 2026. طب هل هنشوف ماك بوك برو بشاشة اوليد في 2026؟ الله اعلم، بس ده بيعتمد على ميعاد الاطلاق. الام 5 برو والام 5 ماكس لو نزلوا في يناير او فبراير يبقى في احتمال كبير نشوف الماك بوك برو اوليد في نهاية 2026، لكن لو اتأخروا ابل غالبا هتأجل الاوليد لاوائل 2027. ده كله معتمد على مواعيد الاطلاق. اما بالنسبه للماك ديسكتوب ففي اخبار مؤكده عن الماك ميني الجديد، هيجي بشريحه M5 وM5 برو، والماك ستوديو الجديد هيجي بشريحه M5 ماكس وM5 الترا، وغالبا هنشوفهم في معرض WWDC في 2026. وده توقيت منطقي جدا لابل انها تعلن عن الاجهزه الاحترافيه دي هناك. طب هل هنشوف اصدار جديد للاي ماك؟ في احتمال ان ابل تعلن عن الاي ماك الجديد في WWDC في 2026، بس بصراحه التسريبات قليله قوي في الحته دي، وممكن كمان تاجل جدا التجديد لحد وصول المعالج الجديد للام 6. يعني احتمال الاي ماك نشوفه جديد في 2026 وممكن ما نشوفوش. اما بالنسبه لشاشات الستوديو ديسبلاي والبرو ديسبلاي، هنا بقى في اخبار حلوه. الستوديو ديسبلاي الجديد متوقع يكون بشاشه بروموشن بمعدل تحديث عالي، وممكن كمان يجي بميني LED. اما البرو ديسبلاي الاكس دي ار الجديد هيجي بشاشه 32 بوصه وبروموشن، وممكن لاول مره نشوف فيها اوليد، وده هيكون ترقية كبيرة خصوصا للمصورين والمحررين وصناع المحتوى. وده كان ملخص كل اللي متوقع ينزل في ابل في 2026. زي ما قلت السنة دي شكلها هتبقى كبيرة قوي عند ابل، وعدد المنتجات اللي جاية ضخم جدا. بس اهم حاجة يا معلم، قول لي بقى انت متحمس لايه فيهم؟ ناوي تشتري حاجة منهم؟ اكتب لي يا ريت في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تخبط زرار اللايك، ولو عايز اخر اخبار عن ابل، مقارنات، مراجعات، يا ريت تعمل سبسكرايب واضغط على الجرس عشان ما يفوتكش مني اي جديد. وسلام.